السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى مشاهدين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ماما حوبة، فيديو جديد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. هنعمل مع بعض الهريسة، حلوة قوي وسهلة. طبعا الفلفل موجود الايام دي، نعمل بقى ونخزن من السنة للسنة، موجود عندنا في التلاجة. نشوف معانا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا يا حبايبي، انا معايا كيلو شطة، ومعايا 4 معالق ملح وراس توم وزيت. بس دي الحاجات اللي احنا هنضيفها. في حاجات تانية، في حاجتين تانيين هحطهم واحنا شغالين كده. هنا معايا الفلفل، انا شلت منه ال- العنقود الاخضر. طبعا ما قطعتوش عشان يكفيكوا الشر، نار جهنم. خفت على ايدي بصراحة هتشعوط. حطيت نص الفلفل في قلب الكبة، وحطيت شوية توم. مش هحط ولا زيت دلوقتي ولا ملح. ليه؟ علشان انا عايزاه يتفرم ناعم على قد ما اقدر. ما بتحط الزيت ويا الخليط ده يا جماعة، بيخلي لونه بهتان، ما بيديش لون الخضار الزيت. احنا بنحط الزيت في الاخر خالص. حطيت معلقتين الملح ونقلب كده عشان ننزل كل الخليط. بصراحة نار جهنم يا جماعة بصراحة. بتحرق جدا، يعني انا كل ما افتح البتاع قعدت اكح لما هبط. لايك للفيديو يا جماعة اللي يعجبكم، اللي بيحبوا بقى الحراق والشطيطة. يعني ايه، اعملوها بقى من السنة للسنة. غالية بتشتريها غالية ليه؟ كيلو كيلو ما شاء الله، عمل لي برطمانين حلوين ومحترمين بيقعدوا معايا من السنة للسنة بصراحة. في التلاجة مش في الفريزر. كده عملت الفلفل كله. هنحط بقية الملح وهنقلب بقى. خافوا على ايديكم يا جماعة. إن كنتوا خايفين احطوا البسوا جوانتي. حطيت معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، ومعلقة صغيرة كمون بس، ولا أكتر ولا أقل. والملح حطينا 4 معالق، وراس توم. وهنحط الزيت 1/4 كوباية زيت بس. ونقلب كويس بقى الخليط ده. ونجيب بقى البرطمانات بتاعتنا هنعبيها فيها. بصراحة حلوة قوي قوي قوي، بتقعد عندي فترة طويلة. تعملي بتنجان، كبدة، تتبيلة فراخ، اي حاجة بتنفع بصراحة بتنفع. انا بتبقى محطوطة عندي على رف التلاجة، تقعد معايا مدة طويلة. زي ما انتم شايفين كده، نعبيها وننزل عشان نخرج الهواء من البرطمان علشان ما يعفنش معانا. بس الحمد لله انا عاملاه من السنة اللي فاتت، لسه عندي ما شاء الله زي الفل. ليه؟ خرجت الهواء. وغير كده الحراق اللي انا مش شايله البذر ده بيحافظ عليه زي ماده حافظه، والزيت طبعا ماده حافظه، والملح. عبيت البرطمان وحطيت على وشه زيت علشان نمنع دخول الهواء عنه خالص. برطمانات طبعا انا معقماها وغسلاها. حاجة سهلة كده وسريعة معاكم. فيديو سريع خفيف لطيف اهوت. اعملوا لايك بقى علشان انا ما بطولش عليكم الفيديوهات. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا جماعة والله. كده ننزل كل الشطة. بص انا بحاول ما تجيش ايدي عليها بصراحة، كنت هتعب. ههرش بقى والدنيا نار. جوزي بيقول لي انت عايزة تولعي فينا. انا ما عنديش بيحب الحراق كتير، بس بحط ايه، حبة كده بتخلي الاكل مشطشط وجميل. وكده خلصنا فيديو. حطيت الزيت تاني على الوش البرطمان التاني، وعملنا برطمانين محترمين. نشوف الشكر على خير في فيديو تاني. مع السلامة.